السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعدناكم ان احنا في مفاجأة في الايام المقبلة منذ ايام عدت قليلة بمشروع دشلوط. انا واخويا وابن عمي وصاحبي وصلنا دشلوط زي ما انتم شايفين. ده اول بير احنا سلمناه في الفترة اللي فاتت، ما بين ذرة وشطة وفلفل وبدنجان واي زراعات انت عايز تزرعها. انا واخويا ابن عمي وصاحبي هيبقى البير على 50 فدان. شطة اهي زي ما انتم شايفين اهي، ديت شطه اهي اول زرعه في الجبل. ليه بقى؟ لان التربه زي ما انتم شايفين بيقولوا عليها في الصعيد يعني تربه طميه. صور كده، تربه طميه زي طمي النيل بالظبط. انا واخويا وابن عمي وصاحبي هتطلع من قلب الارض بتاعتك على جرف النيل وعلى ضي النيل، هتطلع تربه زي بتاعتك بالظبط، هتزرع جميع الزراعات. انا واخويا ابن عمي وصاحبي مشروع عملناه في طريق منفلوط الدخله، والطاقه الشمسيه هتركب في خلال ايام، وهنصور برضو من قلب المشروع. انا واخويا ابن عمي وصاحبي برضو في طريق دشلوط الفرافره. الارض اتزرعت اهي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. قولوا تبارك الله لصاحب البير هو وعيال عمه. زي ما انتم شايفين ما بين بدنجان وفلفل وذره ومشيط على الريشه وتربيه مواشي، كله على ارض الواقع بتقدر تعمله زي هناك بالظبط. انا واخويا وابن عمي وصاحبي البير على 50 فدان على طاقه شمسيه 80 حصان. انا واخويا وابن عمي وصاحبي البير على 50 فدان على طاقه شمسيه 80 حصان. ليه بقى؟ عشان تزرع زراعات اللي انت عايزها كلها. عايز تزرع كمون، عايز تزرع كزبره، عايز تزرع شطه زي كده، عايز تزرع بدنجان، عايز تزرع ذره زي كده اللي بتسموه انتوا عندكم في الصعايده الخيضي. اي زراعات انت عايز تزرعها على ارض الواقع في مشروع انا واخويا وابن عمي وصاحبي. انا اخويا وابن عمي وصاحبي مشروع بيخدم كل اهالينا تما من مركز ديروت، بيخدم كل اهالينا من مركز ديرمواس، بيخدم كل اهالينا من مركز ملوي. كمان هيجيب معانا كل اهالينا بتوع القصيه. انا واخويا وابن عمي وصاحبي على طريق ديروت الفرافره، البير على 50 فدان، طاقه شمسيه 80 كيلو، 80 حصان غاطس، 80 حصان. ليه احنا مكبرين؟ اللي يصعب علينا يفقر نفسه ويفقرنا. خلي بالكم الكلمه ديت بتزعل بعض الناس، ولكن كبرنا الامكانيات جدا وغلينا الارض شويه عشان خاطر انك تيجي هنا فعلا تاكل عيش، يعني فعلا هتاكل عيش ان شاء الله. انا واخويا وابن عمي وصاحبي زراعات تقليديه هتقدر تحمل معاه نخل، هتقدر تحمل معاه كمثرى، هتقدر تحمل معاه خوخ، هتقدر تحمل معاه كمثرى على ارض الواقع. انا واخويا وابن عمي وصاحبي مشروع دشلوط الفرافره. احنا طبعا لنا سابقه اعمال في هذا المكان، ولكن سابقه اعمال في زراعه اشجار، ولكن احنا يعني غيرنا الاستراتيجيه. يبقى عندك تقليدي مع اشجار عشان المصاريف على الارض يبقى زي ما بيقولوا كده منه فيه بارك الله فيه. انا واخويا ابن عمي وصاحبي على ارض الواقع بنتكلم. شوفوا كده، قولوا تبارك الله. لما تيجي تبص النهارده على فلفل، على شطه، على بدنجان مجاور برضه في نفس الحوض، على ضراوه، على ارض الواقع زراعات يعني ذات عائد اقتصادي عالي هتقدر تزرعها. لو انت من اي قريه، اي قريه من قرى دشلوط، لو انت من اي قريه من قرى القصيه، لو انت من اي قريه من قرى ديروت، لو انت من اي قريه من قرى دير مواس، وكمان لو انت من اي قريه من قرى ملاوي. انا واخويا وابن عمي وصاحبي هتاخد الارض جاهزه في منفلوط. كنا بنسلم الارض بالبير ونعمل المجموعه ونركب الطاقه، طلع الناس برضو بيأخروا شويه مع بعض. الافضل ان احنا هنسلم الارض جاهزه بالبير بتاعها، تاخد تزرع على طول. انا واخويا وابن عمي وصاحبي هتزرع زراعات تنقيط او تزرع زراعات رش ما فيهاش غمر. ليه بقى الفيديو؟ احنا بنقول الناس تسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه عشان ما يبقاش فيه تكرار للكلام. انا واخويا وابن عمي وصاحبي هتزرع جميع الزراعات التقليديه، وينفع تحمل معاها اشجار، وينفع تاخد الارض وتزرعها اشجار فقط. انا واخويا وابن عمي وصاحبي الارض ولايه الوادي الجديد، الارض ولايه الوادي الجديد
ملف تبع الوادي الجديد. انا واخويا وابن عمي وصاحبي هتاخد الارض متقطعه ومتجزأه خمسات. انت عايز 5، عايز 10، عايز 20، عايز 30، زي ما انت عايز. هتبقى الامور متاحه ان شاء الله. انا واخويا وابن عمي وصاحبي كيفيه الحجز والاستعلام خلاف الكلام اللي انا قلته على 0100 879 1285 0100 879 1285. لو انت خارج البلاد، لو انت داخل البلاد هتبعت لي رساله انا عايز استفسر عن مشروع انا واخويا وابن عمي وصاحبي. ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين، البير على 50 فدان، زراعات تقليديه. هتزرع اي زرعه انت عايزها، وينفع تحمل معاها اشجار، وينفع تعمل انتاج حيواني. هتزرع جراو، هتزرع مشيط، هتزرع برسيم حجازي، رشاشات، هتزرع اي حاجه انت عايزها. انا واخويا وابن عمي وصاحبي وانت نازل الميدان طوله 8 كيلو من الاسفلت، كله زراعات زرعه، وكلها ناس قائمه دائمه على المكان. لما بدأنا في المشروع ده في السهم الاخضر ما كانش فيه غير واحد بس، اصبح النهارده بقى فيه اكتر من حوالي 70-80 بيت على الميدان، واصبح الميدان كله ارض زرعه كلها اتحولت من متصحره الى منزرعه. انا واخويا وابن عمي وصاحبي العماله متوفره هنا جدا. لو انت عايز عماله في اي وقت بتليفون بالعربيه بيجي لك العامل، بيشتغل من الساعه 6 الصبح للساعه 11. بكام يا حاج مصطفى العامل؟ ب 200 جنيه. العامل الراجل الكبير الراشد البالغ ب 200 جنيه يبدا يشتغل اي حاجه انت عايزها. انا واخويا وابن عمي وصاحبي احنا بنناشد وبننادي كل اهالينا من دشلوط، كل اهالينا بالقرى المجاوره بدشلوط، كل اهالينا قرى ديروت بالكامل، كل اهالينا بقرى القصيه من كامل، كل اهالينا من قرى دير مواس بالكامل، كل اهالينا من قرى ملوي بالكامل. انا واخويا وابن عمي وصاحبي هتاخد الارض بالبير بالطاقه بخط الميه العمومي. ركزوا، الارض بالبير بالطاقه بخط الميه العمومي. البير على 50 فدان، ممكن تاخد البير لوحدك، وممكن تاخد بيرين، وممكن تاخد البير انت وعيال عمك واصحابك، عشان يبقى فيه تكافؤ اجتماعي وتكافؤ فكري. انا واخويا وابن عمي وصاحبي الارض طميه اتكلمنا عنها قبل كده. زراعه الارض زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله، تزرع جميع الزراعات على ارض الواقع. انا واخويا وابن عمي وصاحبي من حقك ان انت تبني على دماغ الارض. في طماطم هنا، قربها كده، قرب الطماطم. انا واخويا وابن عمي وصاحبي تقدر ان انت تزرع طماطم في قلب الارض هنا على ارض الواقع، او الارض الجاهزه، وفي ناس ممكن تاجرها منك مجهزه. الفدان بكام يا حاج مصطفى الايجار؟ ب 10,000 اول سنه. ب 10,000 اول سنه كامله. يعني ممكن تاخد مني انا بسلم الارض بالبير بالطاقه بخط الميه العمومي، هتعمل انت الفرعي الداخلي، وهيأجر منك الفدان ب 10,000 جنيه في السنه. انا واخويا وابن عمي وصاحبي انتاج حيواني على ارض الواقع، تعمل برسيم، رشاشات، تزرع قمح، تزرع شعير، تزرع كمون، تزرع سمسم، تزرع اي زراعات تقليديه على ارض الواقع في مشروع انا واخويا وابن عمي وصاحبي. انتظرونا الاسبوع القادم غير القادم باذن الله. برضو الميه تبقى طالعه في مشروع منفلوط الدخله، في مشروع انا واخويا وابن عمي وصاحبي. هيبقى ان شاء الله الايام اللي جايه. مش عايزين ننسى اخواننا الصعايده، لما غابوا علينا الصعايده قلنا احنا نجيهم. مشروع دشلوط ومشروع منفلوط بيخدم كل اهالينا من محافظه اسيوط بالكامل، بيجيب القريب لطريق ديروت الفرافره، كل اهالينا من مركز ديروت والقصيه ودير مواس وملاوي، وبيجيب كل اهالينا من بتوع منفلوط وبتوع اسيوط وبتوع ابو تيج والفتح، بيجوا طريق منفلوط الدخله. نفس المواصفات زي ما انتم شايفين. انا واخويا وابن عمي وصاحبي على ارض الواقع الصحراء بتتخضر، على ارض الواقع بتاكل عيش من اول زرعه في ارض، على ارض الواقع بنتكلم في تربه طميه. انا واخويا وابن عمي وصاحبي الحجز والاستعلام لصفر 100. الحجز والاستعلام ركزوا 0100 879 1285 0100 879
1285. انتظروا الفيديو بتاع المدق اللي نازل للارض لمشروع انا واخويا وابن عمي وصاحبي، وشوفوا شكل الارض عامل ازاي على الطبيعه، وشوفوا شكل المدق اللي نازل من الاسفلت ال8 كيلو عامل ازاي على الطبيعه، حتى يتسنى للجميع ان هو ياخد قرار من عدمه، او يبعت حد يتفرج من عدمه، او يفكر في الموضوع من عدمه. انا واخويا وابن عمي وصاحبي للاستفسار والحجز داخل وخارج البلاد بنقول تاني الرقم 0100 879 1285. انتظرونا في مشروع منفلوط الدخله انا واخويا وابن عمي وصاحبي برضو بعد اسبوعين من النهارده. والنهارده احنا في مشروع دشلوط الفرافره او مشروع ديروت الفرافره بنفس اسم المشروع، ولكن بيخدم كل اهالينا من ديروت دير مواس ملاوي. مشروع منفلوط الدخله بيخدم كل اهالينا من منفلوط الفتح ابو تيج واي حاجه قبلي اسيوط. نشوفكم على خير.